تقريبا محدش فينا ما فكرش في وقت من الاوقات ان يعمل كارير شيفت ويسيبه بقى من كل الطب والكلام ده ويبدا مجال تاني خالص من اول وجديد. الكلام ده اسطوره بتتقال ولا في فعلا ناس حققت الكلام ده ونجحت فيه؟ معانا النهارده ريفيو للعربيه المرسيدس دبليو 204 اللي هي 2012 دي سي 250، وتعود معانا السياره المفضله دائما وابدا الهوندا سيفيك الجيل التاسع الفيس ليفت. عانيت عشان اشتري اول عربيه ليا في اليو كي. في عربيه انا جبتها ظبطتها صلحتها جهزتها بسعرها كذا ان شاء الله حد دفع 100 باوند، محدش خدها خالص، لدرجه ان انا كنت ديسبريت ودخلت في صفحه الفيسبوك. وهل ممكن تحقق الكلام ده بجانب الطب؟ في عندي الواتساب بتاعي والفيسبوك كميه مسجز كل يوم، نصها ركبتي وجعاني، ظهري وجعاني، مش عارف ايه العظم ده، ونصها التاني ايه رايك في العربيه دي؟ طب اجيب العربيه دي؟ طب تنصحني بالعربيه دي؟ ايه الخطوات اللي المفروض حد يعملها عشان يقدر يوصل بنفس اللي هم وصلوا له؟ الاسعار العربيات المستعمله هنا في المتناول الى حد كبير. المافن جايه تمسي. معنا ومعاكم دكتور محمد خليفه. مضمونه يعني اي حد عايز عربيه لفتره محدوده، يعني ايه قبل اجازه الصيف ان شاء الله الاجانس هيقفل. نشوفكم على خير. تقريبا 90% من الدكاتره لما تيجي تساله انت عايز تكمل في الطب يقول لك لا، انا عايز في وقت من الاوقات اعمل كارير شيفت. فانت ما شاء الله انت قدرت تعمل البالانس بين الاثنين دول، فاحكي لنا الموضوع ده ازاي؟ زي ما مراتي بتقول، هوايه مش بتخسر او اتليست بتجيب همها. يعني فكره ان انا اعمل كارير شيفت كومبليتلي واسيب الطب دي اعتقد مش مطروح حاليا، لان انا ما زلت بانجوي الطب بشكل كبير وحاسس ان هو ده الرساله اللي انا المفروض اديها يعني على هذا الكوكب. بس ممكن في المستقبل لو لما الواحد يريتاير او قبل ما يريتاير مثلا يبدا يقلل شويه من شغل الطب ويبدا يكتر من الموضوع ده. هو الموضوع ان انا اصلا من ايام ما انا كنت في مصر بحب العربيات، يعني الدنيا اتفتحت اكتر لما جيت هنا، لان الماركت هنا مختلف شويه، يعني بسهوله انك تقدر تعرف تاريخ العربيه ده سواء بحاجات بتعملها اونلاين تشيكس وحاجات زي كده، زائد ان هو الاسعار العربيات المستعمله هنا في المتناول الى حد كبير، مفيش الاسعار الخرافيه هناك. فممكن تلاقي ناس ممكن من اول 500 باوند 1000 باوند تبدا تجيب عربيات. الحاجات اللي كان نفسي اشوفها من زمان، العربيات اللي الواحد كان بيشوفها ممكن بقت في المتناول يقدر يجيبها. بدات الفكره ان هو اجرب واعمل كده. فكان عندي هوايه في الاول ان انا ببيلد اب ماي اون اكسبيرينس، يعني اشتري وابيع مع نفسي عربيات الشخصيه. كنت بصلح العربيات بنفسي، كنت بعدل. يعني كان عندي على هوندا سيفيك ما زالت صورتها موجوده على الجروب، يعني قعدت عدلت فيها كتير جدا، غيرت حاجات كتير في الموتور، غيرت حاجات كتير في العربيه نفسها. فمن ساعتها جت الفكره دي، فبدات الناس تاخد بالها ان هو ممكن اكون انا عندي خبره في العربيات. فبدا الموضوع بكده، اللي هو ممكن يا خليفه تيجي معايا نشوف العربيه دي، طب انت تنصح بايه بتاع. كان للناس اللي هم الفيري كلوز فريندز، يعني رحنا شفنا عربيات مع كذا حد وعملنا حاجات زي كده. فبعد كده قلت مي از ويل انا اجيب عربيات واعمل لنا الحاجات اللي انا هعملها مع الحد ده واعرضها، واقول مثلا في عربيه انا جبتها ظبطتها صلحتها جهزتها بسعرها كذا. فعلا الموضوع ده يعني جه لبعض ناس كتير، احنا كنا مستنيين حاجه زي كده من زمان يعني. فقلت خلاص تعالى ندوس في القصه دي. ان في ناس كتير فعلا بتعاني دلوقتي لما يجي يشتري ولازم يروح للديلر، والديلر بيحط بروفيت مارجن كبير جدا. انا جزء مني اصلا عانيت عشان اشتري اول عربيه ليا في اليو كي. المافن جايه تمسي. تعالي المافن اقعد هنا ماشي. فبس بعد كده كنت عايز اجيب عربيه رخيصه وفي نفس الوقت ما تغلبنيش في اللي هو كل حد بيسالني يقول لي كده، عايز عربيه اعتماديه ورخيصه وما اصرفش عليها كتير وما البسش فيها. قعدت ادور كتير كتير كتير، يعني قعدت فتره وانا ما كانش معايا عربيه اصلا ساعتها، فكنت باخد اتوبيس يا اما اخد تاكسي يا اما بقعد الف في المدينه، زائد ان انا كنت ليميتد، يعني مش ينفع اروح مشاوير بعيده قوي عشان مش عارف اروح هناك هرجع بيها ولا هرجع لا. فكنت ليميتد اللي حواليا، يعني لغايه ما لقيتها عربيه واحد بيبيعها قدامي نيسان وجبتها، وما كشفتش عليها قوي لان انا ما كنت بفهم قوي في العربيات. انا بصيت عليها كده وجريت بيها وبتاع ومش لقيتها كويسه، جبتها وطلعت الحمد لله كويسه. بس اوفر اول ده بدات بقى يديني جرأه شويه ان انا ابدا اجيب عربيات وادور واخد بيها، وطلع لي مشاكل في عربيات كتير وعرفت ديتها من الاخر. فبدات بقى ان انا اقول لا، هي الدنيا هنا اسهل شويه، بس انت محتاج تبقى عارف انت بتجيب ايه بالظبط. فبدات افوكس في الاول على موديلات معينه، لانك لو فتحت في كل حاجه، يعني مثلا كديلر شيب اللي هو زي وي باي كار كده، بشتري اي عربيه ب 100 باوند او اروح اشتريها، انا هنفست فلوس كتير، هنفست وقت كتير جدا، وانا انت عارف شغال اصلا فول تايم دكتور يعني. فخليتها اللي هي عربيات مثلا ياباني او عربيات ممكن الماني بس بمواصفات معينه. والموضوع مشي الاول فيري فيري سلولي، وبعد كده حصل فيه زي اكسبانشن كده لدرجه ان كان في ممكن يبقى عندي 5 عربيات ات سام بوينت. وبعد كده رجعت تاني بقى بسلكتيف شويه، بالذات مع الفيلوشيب وبسافر وبسوق كتير كل يوم 3 ساعات.
فبقيت سيلكت في القصه دي. مع الوقت لما بدات في القصه دي حصل انفلوكس كتير جدا من المصريين او العرب او المهاجرين جايين كلهم عايزين عربيات، مفيش خبره برضو، مفيش وقت ان هو يدور، عايز حاجه من حد مضمون ما توجعلوش اللي هي وورد اوف ماوث برضو. الناس يقول لك انا جبت من عند خليفه او هو نصحني مثلا، لان انا الجزء اللي مش باين للناس يعني، سيبك من اللي هو بيتكتب على النت او العربيات اللي جايبها دي، في عندي الواتساب بتاعي والفيسبوك كميه مسجز كل يوم، نصها ركبتي وجعاني، ظهري وجعاني، مش عارف ايه العظم ده، ونصها التاني ايه رايك في العربيه دي؟ طب اجيب العربيه دي؟ طب تنصحني بايه العربيه دي؟ ممكن في كتير منهم ما بيجيش ياخد مني عربيه في الاخر يعني، بس كلها حاجات بعملها انا فور فري. جزء منه انا انجويمنت يعني، جزء منه يعني تمشي مع اخ لك في حاجه له يعني ثواب يعني من عند الله. والحاجه الثالثه انا وانا بدور كده باخد انا اكسبيرينس برضه، بابديت نفسي بسعر السوق والعربيات، وساعات بلاقي لقط انا بدور للناس اللقط اللي انا بجيبها لنفسي، فالموضوع بيمشي كده يعني. انت تقريبا كده بقالك 3 سنين في موضوع اعتقد من 2023 تمام. جبت وبعت كام عربيه بقى من ساعتها تقريبا؟ هو مش هتوصل ل 100 ومش هتقل عن 50، تمام. حاجه في النص بقى يعني، يعني 51 ل 99 حاجه زي كده يعني. في خلال الفتره دي ايه اكتر عربيه حسيت انت جبتها وكانت فعلا صح انك اشتريت العربيه دي وتبعتها بسهوله؟ ايه اكتر عربيه حسيت انها؟ انا بحب العربيات الياباني، بس لسبب ما العربيات السكودا والمرسيدس احيانا وانا عند الراجل بشتريها بتكون اتباعت، لو مجرد اقوم حاطط بس يا جماعه والنبي في عربيه كذا. فكان في عربيه سكودا كده فعلا، اللي هو انا قبل ما اروح اشوفها لقيت واحد بيقول لي انا هاخد العربيه دي لو انت جبتها، فهي دي كانت اسرع حاجه ممكن. والناس بيحبوها. والعربيه بتاعت نظيفه، لان ساعات ممكن تروح عند الراجل تلاقي هي العربيه شكلها حلو في الاعلان، بس هتلاقي بقى وسخه، هتلاقيها قذره، هتلاقي في حاجات كتير مش شغاله، وفي حاجات سهله يعني مثلا العربيه عايزه صيانه مثلا بتاع دي هتتعمل، بس الحاجات بقى الغلسه هنا في اليو كي ازاز كهرباء مش شغال، باب ازاز ما بيفتحش، دي موال دي، لانك مين هيشتغل فيها؟ وكان انا نفسي عشان افكها لازم افك فرش الباب يعني. احيانا ممكن يكون الزرار فيه مشكله ارش عليه حاجه مثلا او افك الزرار اجيب زرار ماشي، بس ساعات بيكون الموتور عايز يتغير. فدايما الكهرباء بتاعت العربيه دي بحاول ابعد عنها، لان مشاكل الكهرباء دي ملهاش كبير. على العكس، مع ان في مصر دي من اسهل الحاجات اللي تصلح. مصر اي كهربائي بتاع هيحل لك الدنيا، بليه يفور لك الباب كله في 5 دقائق، لكن هنا بالعكس مشاكل الميكانيكا الى حد ما مقدور عليها، حتى لو هتغير الموتور كله او هتغير الفتيس كله هياخد منك فلوس بس ديته معروفه، هتروح لحد هيشيل ده يحط ده وخلصت. لكن تقعد بقى تدور على مشاكل الكهرباء والضفيره والحاجات دي صعبه يعني. ايوه انا فاكر السكودا بتاعتي ما طورتش معاك برضه. سكودا حد خدها اعتقد تاني يوم او تالت يوم حاجه كده. طيب ايه بقى اكتر عربيه على العكس بقى حسيت ان هو انا ندمان اني جبت العربيه دي ولا يمكن اشتريها تاني؟ هي في عربيه دي كانت اول مره اشتري من مزاد، بس ده انا اشتريت زي ما بيقولوا كده امبالسيف باي يعني. هي عربيه هوندا جاز، انا بحب الهوندا جاز يعني، وما زلت دلوقتي بنصح الناس بيها يعني. بس هي دي انا بصيت كده لقيت مكتوب هوندا جاز 1000 باوند، رحت هو المزاد كده بيبقى شغال سريع، حتى ما اعرفش نشوف مزاد كده، بس بيقعد بيقعد بيتكلم بسرعه كده مش حاجه. فرحت عامل سوايب وكان ب1000، قلت اكيد في حد هيزايد فوق مني بتاع، لقيت ما حدش زايد خالص. انا لبست في العربيه دي ب1000 باوند، وهم بيحطوا عليها فيز 250 جنيه 250 باوند ب 1250. اكتشفت بعد كده انا ما بصيتش اصلا على المزاد دي. العربيه اولا اصلا في ادنبرا، هروح ادنبرا اجيبها ازاي ده؟ عشان اروح اجيبها بس لوحدها دي فيها 500 باوند، ولا هترجع بيك اصلا ولا لا؟ وهترجع بيها ولا لا؟ ثانيا ما فيهاش ام او تي، ثالثا مخبوطه خبطتين من الجنب، ثالثا اساسا فيل الام او تي اللي فات ده على راست يعني فيها كوروجن كتير. فجيت حسبتها كده، العربيه دي لو هي اصلا بحاله المصنع هتبقى ب 2000 ونص، وانا اوريدي دافع 1250 وهي اصلا متهالكه يعني. لو صرفت عليها كمان 1000 ونص هتتباع باقل من اللي جبته. فقلت العربيه دي خساره فادحه يعني، فقلت مش هشتريها اصلا. قالوا لي لو ما اشتريتهاش هنقفل لك الاكونت وهنطالبك بالفلوس. قلت ده لسه اول عربيه ليه اصلا في المزادات دي، انا مش عايز كده. قلت له خلاص هشتريها. قال لي اشتريها وحطها في المزاد. اشتريها في المزاد، قعدت 6 اسابيع تنزل كل اسبوع في المزاد، ما حدش بيشتري، ما حدش عايز يشتريها خالص. قلت له ما تحطش ريزيرف ان شاء الله لو حد دفع 100 باوند، ما حدش خدها خالص. لدرجه ان انا كنت ديسبريت ودخلت في صفحه الفيسبوك اعمل اعلان ليها بصورها اللي في ادنبرا، قلت لهم خزنوها هناك، وهو كل يوم الخزان هناك بيدفعك فلوس عليها يعني. لغايه ما حد جه خدها في الاخر يعني، وخدها مثلا قال لي خدها ب 400 باوند. انا كنت دافع 1250، وهناك كان عليها رسوم تخزين وارضيه كده 80 باوند، كان عليها 200 وشويه، بس انا قلت لهم مش دافعهم، فالمهم خفضوها ل 80، فدفع هو ال 80 دي بعد 400، اداني 400 ودفع هو ال 80 للشركه يعني. فهي جه اتخانق معايا العربيه دي ما تسواش 200 باوند، وقال لي هات فلوسي تاني وقصص كده، بس في الاخر ايه الموضوع خلص يعني وخلصت منها. فدي اكتر عربيه خسرت فيها كتير جدا يعني. أيوة. اللي انا جبتها وبعتها في الاجانس في 2023 اول عربيه يعني كانت فوكسول استر 2010، بس دي ماتت يعني، هي لسه مش عايشه لغايه دلوقتي يعني. في ناس كتير اشتروا مني عربيات وما زالت عايشه لغايه دلوقتي، بس في 2 من الناس اشتروا مني فوكسول قبل كده، 2 دول ماتوا ما كملوش يعني بسبب مشاكل في الاي سي يو.
او بسبب مشاكل في الفتيس يعني، وان هي اصلا لو كوست عربيه يعني، فما حدش بينفست قوي ان هو هدفع 1000 جنيه عشان اصلح الاي سي يو او 1000 ونص اغير الفتيس. فدي برضو تخلي بالك منها يعني، تبقى عارف ان هي مش عربيه تعيش معاك للابد، ممكن تجيبها كايه سنه كده تمشي حالك وتقلب. الهوندا مع انها اعتماديه جدا، بس اكتشفت بعد فتره من التريدنج يعني ان الموتور البترول اللي هو بتاع 2012 بالذات ده فيه سيلز كده، اويل سيلز في الموتور بعد فتره بتشقق او توسع بتخليها تاكل زيت. الموتور برضه ستيل زي الهوندا حتى لو ما فيهاش زيت بتمشي يعني، فالناس بتتحايل عليها ان هي بتحط زيت اتقل شويه، بتغير كل 5000 زيت اتقل وارخص وبتمشي برضه. بس تبقى اوير يعني ان المشكله دي ما بتتحلش بسهوله، لان هي بتحتاج انك تفك الموتور وتستريب الموتور كله وتغير السيلز دي بالسيلز الابديتد. الهوندا نزلتها بعد كده في 13 14 غيروا الموضوع ده، بس 2012 بالذات فيها القصه دي. وانا جبت كذا واحده 2012 ومشيت كويس، واحده بس صاحبها جه قال لي ده تاكل زيت، قلت له على الحل ده وماشي معاه برضه لغايه دلوقتي. يعني ده جزء من الليرنينج اكسبيرينس يعني، ودي ما بقولش ان هي ميجور فولس يعني. لا طبعا العربيات هنا في اليو كي متقسمه كاتيجوريز، فادينا فكره بقى عن الكاتيجوري، يعني ايه كاتيجوري ان وكاتيجوري اس وكاتيجوري دي والكلام ده. بص، هو هنا انت لازم اي عربيه في اليو كي تبقى عليها تامين اجباري. التامين الاجباري ده اللي هو بيحميك اجينست الثيرد بارتي، يعني لو عملت حادثه للغير يدفع للغير يعني. بس ممكن تزوده بقى ان هو يبقى كومبريهنسيف. كومبريهنسيف ده ان هو يدفع لك انت بقى ايه، اللي هو برضه ثقافه في مصر انك تامن على عربيتك، بس ده هنا اختياري، هناك برضه اختياري، بس الناس هنا معظمهم بيعمل القصه دي. لو انت عملت حادثه بالعربيه والعربيه دي التامين قال لك اتس نوت ايكونوميكال او يعني مش مجدي ان احنا نصلحها، دي بتبقى اسمها رايت اوف او بيسموها في مصر توتال لوس. كونها ان بقى رايت اوف دي بتخش في الكاتيجوريز بقى، ان دي عربيه كاتيجورايزد بيقسموها بقى، اما كان زمان بيقسموها كاتيجوري سي وكاتيجوري دي، دلوقتي بعد 2018 خلوها كاتيجوري اس وكاتيجوري ان. سيبك من القديم دلوقتي خلينا في الجديد. كاتيجوري اس دي معناها ان كان في دامج التامين حس ان هي ستراكشرال، اللي هي ممكن تكون مؤثره على الموتور مؤثره على الشاسيه بتاع العربيه، فبتبقى مور سيفير دامج يعني. بس ريبيربل يعني الكلوز بيكتب لك اسمها كاتيجوري اس ريبيربل، معناها ممكن تتصلح. فهي ممكن تتصلح، ولو اتعمل لها ام او تي تاني اب تو ستاندرز بتمشي تاني في الشارع، بس تبقى معروف ان العربيه دي ات سام بوينت التامين صاحبها قال له انا عملت حادثه العربيه دي رايت اوف، قيمتها كام العربيه دي 5 10، دفع الفلوس دي كامله لصاحب العربيه. وبعد كده العربيه دي بقى المفروض التامين بياخدها، بيعمل بيها ايه؟ يا اما بيكهنها لو هو مش حاسس ان هي مفيده يعني، وبياخدها بقى بتاع بريكر ده يفككها ويبيعها اجزاء ينزلها مصر على انها استيراد الحاجات دي، او بياخدها ناس بالذات في برمنجهام وبرادفورد وبعض الحتت اللي فيها مهاجرين بيشتغلوا فيها باسعار رخيصه بيصلحوها تاني. لو اتصلحت تاني بتنزل بقى ان هي كاتيجوري اس او كاتيجوري ان. طيب هل دي عربيات وحشه؟ لا، بس هي العربيات دي التامين اوريدي دفع فلوسها قبل كده لحد، لو عملت بيها حادثه تاني حظك بقى انفورشن مش هيدفعوا لك القيمه الاولانيه دي، يعني ممكن ما يدفعلكش اصلا او يدفع لك مبلغ صغير يعني، لان هي اوريدي قيمتها منخفضه. ثانيا ما بتشتري اقل من مش عامله حادثه علشان اوريدي هي اصلا لو كوست، يعني انت لو رحت التامين قلت له العربيه دي ثمنها 10 هيقول لك لا انا اوريدي دفعت 10 قبل كده مش هدفع غير 6 مثلا، فتلاقي قيمتها بقت 6. از رف جايد يعني بتبقى من 30 من 20 30% ارخص من العربيات اللي هي مش كاتيجوري يعني. الحاجه الثالثه، هل انت واثق في التصليح اللي اتعمل ده ولا لا؟ فلازم تشوف صورها قبل التصليح عامله ازاي، وتشوف الدمج بتاعها، وتشوف ان هي اتصلحت ازاي، وتتاكد بنفسك. لو اتاكدت من كل حاجه ودفعت المبلغ الصح بتبقى فرصه انك تجيب عربيات ما كنتش هتعرف تجيبها otherwise. يعني مثلا سعر عربيه مثلا ب 30 بس الكاتيجوري بتاعتها مثلا ب 20، ممكن ما تعرفش تدفع 30 بس ممكن ال 20 تبقى افورد بالنسبه لك، تاخد نفس العربيه بالظبط، ممكن اميال اقل كمان. تمام. فهي دي نقطه الكاتيجوري يعني. الكاتيجوري ان بقى دي المفروض خبطه اخف شويه نون ستراكشرال، اللي هي بيبقى مثلا المفروض انت في مصر اوريدي الخبطات العبيطه دي اساسا بتتصلح يعني. حتى انا نفسي شفت صور ستراكشرال اساسا بقول عادي يعني، الستراكشرال دي اصلا وانت واقف اساسا عند اي سمكه هيلمها لك كلها وهتمشي يعني. بس هنا التامين بيحسب بشكل مختلف. دلوقتي العربيه دي التامين هياخدها منك، هيجيب حد يكولكت العربيه، هيحطها عنده، هيجيب مهندس ياسس الدمج، هيوديها. هو طبعا ما ينفعش يجيب قطع غيار مستعمله، لازم يكلم التوكيل يجيب له، ما هو مش هيسمكر الباب مخبوط، هيجيب باب زيه. شوف الباب ده هيجيب بكام، زائد ان هو هيديك عربيه تمشي بيها حالك كورتيسي كار لغايه ما يصلحها. ولو التوكيل قالوا على الباب ده مثلا محتاج مثلا اسبوع عشان يجي، انت مع اسبوع بيحسب لك كل يوم 50 باوند عربيه، فتلاقي قيمه التصليح اللي هي المفروض مثلا لو انت كنت خدتها لاي جراج صلحها لك ب 1000، التامين دفع فيها 5 عشان يصلحها. لا انا مش هدفع فيهم رايت اوف العربيه. تمام. فدلوقتي تقريبا almost 80% من الحوادث اللي شكلها يعني مثلا unless ان هي حكه مثلا او مرايه او كده، اي خبطه العربيه اتطبقت فيها التامين بيرايت اوف العربيه دي.
باستثناء العربيات اللي على الزيرو بقى اللي هي قيمتها مثلا 30 40 بلس يعني لما توصل لرقم كبير كده العربيات دي المزايا بتتصلح يعني. تمام. بس لو حد عايز يشتري ان او اس اتس ابليكابل ممكن ابليكابل بس تبقى تتاكد ان هي معموله كويس يعني تسوقها بنفسك وتشوفها وكده وعشان تقدر تحكم عليها لازم تشوف الدمج قبل كده بحيث تبص على الحتت اللي هي كان شكلها متبهدله واتصلحت تشوف الكليبسات تشوف البان بتقفل كويس ولا لا تشوف الدنيا ماشيه كل حاجه شغاله زائد ان هي تبقى ديكليرد يعني ان في عربيات ممكن لو انت دلوقتي مثلا عملت حادثه بعربيتي مش هكلم التامين واديها عند حد يصلحها وبيعها على انها مش كاتيجوري هي ما زالت كويسه يعني تمام لان هي مش مسجله كاتيجوري فانا من حقي ان اعمل كده بس المفروض يعني للامانه يعني ان انا اقول للناس ان هي كان فيها حادثه وصلحت بس مش ده دايما بيحصل ده بيحصل في مصر كتير بس هنا صعب ان ده يحصل لان تكلفه الاصلاح غاليه فمعظم الناس هتودي التامين فتبقى كاتيجوري وخلاص يقول لك انا اقفش فلوس العربيه واصلحها وابيعها كاتيجوري احسن اللي يعني. يحصل بقى ماليش دعوه بيه وابيعها كاتيجوري بنفسي او حد تاني يبيعها كاتيجوري وخلاص فتجيب كاتيجوري وانا جبت قبل كده عربيه كاتيجوري من زميل بعتها له عشان كان سافر بره اليو كي كانت كويسه جدا يعني مزايت مع حد من الزملاء لغايه دلوقتي يعني بس شفنا الاصلاح بتاعها كان اكسلام بس مكسور ولمبه يعني مفكوكه مفيش ايرباجز مفيش اي حاجه تانية فكده يعني فتجيب الكاتيجوريز دي يعني في كاتيجوريز اخرى بقى حاجه اسمها كاتيجوري بي دي معناها العربيه لا تصلح للطريق دي تروح للبريكر اللي هو البريكر ياردز وفي كاتيجوريز تانية مش قادر افتكر اساميهم بالظبط بس في كاتيجوري اكس وكاتيجوري او كده اللي هي عربيه مثلا كانت مسروقه قبل كده وريكفرد او كانت فلود دامج او فاندلايزد كده الحاجات دي ستيل اوكي الحاجات المسروقه او الحاجات دي بس بشرط انك تبقى ايه عارف يعني اتعملت فيها ايه والورقه مظبوط وكل حاجه خلصت بس دي انا ما انصحش بيها عن التانيين لان العربيه المسروقه رجعت تاني دي ما تضمنش المفتاح التاني بتاعها مع حد ولا لا ورقها كله بيبقى مش موجود اصلا تامينها بيبقى اعلى لان اتسرقت قبل كده زائد ان هو العربيه برضه الفلودد اللي هي مثلا غرقت فلود دامج دي ممكن تبقى عربيه حلوه جدا مجرد تحطها في رز زي ما بيقول لك كده موبايل تبقى كويسه زي الفل وممكن تلاقي كل الضفيره بتاعتها تتغير بالكامل يعني زائد ان لو الفرش شم فلود محتاج تفك الفرش كله فمجرد تنظيفها بس ده ممكن يكلفك عده الاف يعني فتبقى بس فاهم ان هي شغلانه كبيره جدا يعني. لو حد راح يشتري عربيه دلوقتي سواء من حد برايفت او ديلر شيب او من زميله ايه الحاجات اللي المفروض يلاقيها في العربيه وهو بيشتريها؟ الفكره ان هي في حاجات بتعملها قبل ما تروح اللي هو لازم تبقى عامل اتش بي اي تشيك اللي هي تتاكد ان العربيه دي الهيستوري بتاعها كله يشمل ان هي اتسرقت كانت بوليس كانت تاكسي كانت كاتيجوري المايلج بتاعها مظبوط الحاجات دي كلها فاتش بي اي تشيك ده سهل ممكن تعمله ات شيب از 3 باوند يعني بس هو السعر المتوسط 10 باوند فتعمله قبل ما تروح. تاني حاجه تخش على موقع الحكومه تشوف الام او تي هيستوري بتاعها تتاكد ان مفيش حاجات ميجور ريد فلاجز يعني اويل ليك مشاكل في الراست مشاكل في انجن تشيك انجنز الحاجات دي كلها ده قبل ما تروح يعني زائد انك تسال الشخص ده على الحاجات المهمه يعني العربيه دي فيها سيرفيس هيستوري ولا لا لو فول يبقى افضل فيها مفتاحين ولا لا عشان المفتاح هنا عشان تعمله بيكلف برضو اقل مفتاح ب 100 باوند ممكن يوصل ساعات 500 لو العربيات المتطوره فبيفرق برضو زي ما احنا قلنا شغل السمكره والبويه والدهان والحاجات دي برضو هنا غاليه تاكد ان هي ما فيهاش تجاريح وتخربيش والحاجات دي او خبطات شكلها وحش البلد هنا بتمطر طول السنه البرومه فيها برضو بالذات في الياباني والعربيات القديمه شويه تاكد ان البرومه فيها لان البرومه دي لو كانت العربيه انت هترميها حتى لو الموتور زي الفل والشاسيه وكل حاجه زي الفل هي زي ما بيقول لك العربيه شاسيه فتاكد ان الشاسيه كويس فدي كلها حاجات سهله انك تعملها قبل ما تشوف العربيه اصلا من الاول تمام. بعد ما تروح بقى دي حاجه بقى بتحتاج خبره شويه انك تبدا بالذات لو عارف الموديل ده بالذات تبدا تشوف الكومن فولتس انا عارف كل موديل اللي فيه كومن فولتس كده ببص عليها وعارف ايه الحاجات اللي سهل تصليحها والحاجات اللي صعب تصليحها وتكلفتها قد ايه وبعد كده بتعمل ديسيجن بقى هل شايف السعر ده مناسب فاكتورين كل الحاجات دي ولا لا وانك لو عملت الحاجات دي في العربيات البرايفت بنسبه كبيره هتجيب عربيات احسن من اللي بتجيبها من الديلر شيب او زيها بس بفراكشن اوف كوست يعني. طيب انت حاسس ان في حاجه انت بتستخدمها من الطب في الكار تريدنج حاجه؟ هو بالعكس يعني هو بستخدم من الكار تريدنج حاجه بستخدمها في الطب لان هو انا شغال جراحه عظام فكل السكيلز الترانسفيربل موجوده اللي هو مثلا ساعات في اوقات كتير ببقى عايز مثلا احط مسمار مثلا في الهيب ريبليسمنت في الاستابلم بنجيب حاجات اوفسيتد ونلاقي مسمار مثلا بزاويه معينه عشان نخش زاويه معينه انا عندي حاجات زيها في العربيات مثلا العربيه الهوندا اللي قبل كده دي غلبتني عشان فيها 8 سبارك بلجز عشان تاكسس السبارك بلجز دي فيري ديفيكالت يعني لازم انجلد انسترومنتس تعملها وساعات احيانا تحتاج تفكر على الاكسس زي برضه في الهيب ريبليسمنت طب انا العيان ده فيري تايت هحتاج اعمل ايه هحتاج اعمل ريليسز ومش فلا فهو الدي اي واي سكيلز دي موجوده في العظم موجوده في اي حاجه يعني مش بس الميكانيكا يعني ممكن في النجاره في الحداده في السباكه انا حاسس ان الهاند سكيلز دي ترانسفيربل يعني. اخر سؤال بقى خالص لو حد عايز يبدا مشروع زي الموتور تريدنج هنا في يوكي تنصحه تقول له ايه؟
هيبقى منافس ليك يعني. ان هو ما يخليش بس المكسب هو اهم شيء، يعني ان هو يحاول يبيلد اب ريبيوتيشن، وان هو الستاندرز بتاعته عاليه، يعني ده اهم شيء يعني. والفلوس هتيجي بعد كده، يعني لو انت همك من الموضوع ده الفلوس. يعني كنت بشوف ناس كتير عنده حته ارض كده جاي فيها عربيات كتير مرميه، يعني ممكن تلاقي فيها مولد اصلا من كتر ما هي مرميه لها كتير. يعني تيجي تساله مش عارف، يخش جوه تلاقي عنده كبشه مفاتيح عربيات كتير، مش عارف انهي مفتاح بتاع انهي عربيه، طب واقع فين، يقعد يدور ويكلم صاحبه. فتحس كده بعدم الاحترافيه في الموضوع، مش عارف العربيه مش بريبيرد. تيجي مثلا تقول له التكييف مش شغال، يقول لك ما بيطلع هواء ساقع. يا سيدي ما انا عارف، ما هو الجو بره ساقع اصلا، بس هو التكييف لازم تسمع الكمبريسور شغال، لازم تقيس الحراره بتاعته. فتلاقيهم مش فاهمين كده، مجرد اللي هو تاجر كده، اللي هو بيروح مثلا مزاد يجيب كام عربيه ويبيع وليه يكسب في شويه يكسب في شويه. فما تبقاش هذه النوعيه من الناس يعني. ولو انت عملت حاجه لبست في حاجه غلط، ما تحملهاش للزبون. يعني خلاص، انت العربيات دي مكسب وخساره، اللي كسبته في دي ممكن تعوضه في دي، او اللي خسرته في دي تعوضه في دي. فيعني ما تبقاش دايما حاسس ان هو لا، انا لبست في العربيه لازم البسها حد تاني. يعني لا، يعني انت اذروايز زي ما حد قال لي قبل كده، ناس كتير تزعل منك وهتحصل مشاكل، وممكن تحتاج انك تسيب الموضوع ده. تقلنا عليك انا عارف. لا يا باشا، مفيش اي بس حاجه يعني خالص. احنا متشكرين جدا اتمنى بس بالماتيريال اللي طلعت دي كويسه ان شاء الله تكون كويسه باذن ما الله. تضايقش حد، ويعني يكون حد يستفاد منها يعني. شكرا جزيلا.